السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة لاب لايف. إن شاء الله هنتكلم في فيديو اليوم عن الهرمونات، فلو أنت مهتم بموضوع الفيديو تابع الفيديو للنهاية. أولا، يعني إيه أصلا الهرمونات؟ الهرمونات دي هي عبارة عن مواد كيميائية منظمة بتنظم العمليات الحية اللي في جسمك، وبتعتبر وسائل اتصال دقيقة ما بين الأعضاء جوه الجسم. الهرمونات دي بتتفرز في مكان وبتشتغل في مكان تاني. سموا الغدد اللي بتفرز الهرمونات غدد صماء. ليه سموها غدد صماء؟ علشان ما فيهاش قنوات تمشي فيها المواد المفرزة، يبقى افراز الهرمونات بتكون في الدم كده مباشرة. طيب، اهم غدة في جسمك هي الغدة النخامية او المايسترو. ليه سموها المايسترو؟ علشان هي اللي بتتحكم في نشاط كل الغدد التانية. الغدة النخامية بتنقسم لفصين، فص امامي وفص خلفي. الفص الامامي بيديك 6 هرمونات. ايه هما 6 هرمونات؟ وكل هرمون من دول هنتكلم عليه بعد شويه بالتفصيل. اول هرمون معانا التي اس اتش، ده بيحفز الغده الدرقيه علشان تفرز التي 3 والتي 4. تاني حاجه الاي سي تي اتش، ده بيحفز قشره الغده القذريه. تالت حاجه الاف اس اتش، ده بيحفز المبيض والخصيتين علشان يكتمل النمو بتاعهم، بعد كده يوصل مرحله البلوغ وبعد كده الخصوبه. رابع حاجه ال اتش في الاناث، مسؤول عن افراز هرمون الاستروجين والبروجسترون من المبيض بعد عملية التبويض. وفي الذكور مسؤول عن تكوين هرمون التستوستيرون من الخصية، واللي بيكون الحيوانات المنوية. خامس هرمون معانا هو البرولاكتين. البرولاكتين بيساعد على نمو الأعضاء التناسلية. وآخر هرمون في الفص الأمامي هو الجي اتش أو هرمون النمو. يبقى الفص الأمامي بيديك 6 هرمونات. الفص الخلفي بقى بيديك هرمونين. أول هرمون ال ADH، ال ADH أو هرمون المانع لإضرار البول. تاني هرمون الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ده بيظهر في الحوامل قرب موعد الولادة. طيب، نتكلم عن كل هرمون بقى من دول بالتفصيل. اول هرمون هو الاستروجين او الاسترادايول. الاستروجين بيتفرز من المبيض. بيطلب ليه؟ بيطلب علشان اذا كان في مشاكل تاخر بلوغ، مشاكل خصوبه، تاخر انجاب، فالطبيب بيطلبه علشان يشوف السبب. تاني حاجه الاف اس اتش او الفوليكل ستيميوليتنج هرمون. ده بيتعمل في اليوم من التاني للتالت في الدورة الشهرية، وفي الإناث مسؤول عن انطلاق هرمون الإستروجين من المبيض. أما في الذكور بيلعب دور مهم في المراحل الأولية لتكوين الحيوانات المنوية. تالت هرمون اليوتيلايزنج هرمون أو ال LH، ده بيتعمل من برضو اليوم التاني للتالت في الدورة، وبيتفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية. مسؤول في الإناث عن إفراز هرمون الإستروجين والبروجسترون من المبيض بعد عملية التبويض. وفي الذكور مسؤول عن تكوين هرمون التستوستيرون من الخصية، واللي بيكون الحيوانات المنوية. الهرمون اللي بعد كده هو البروجسترون. البروجسترون بيتعمل في اليوم 21 أو 22 في الدورة الشهرية، وبرضو بيتفرز من المبيض. ممكن يزيد في حالات الأورام والحمل خارج الرحم. يبقى البروجسترون بيزيد في حالات الأورام والحمل خارج الرحم. هرمون بقى التستوستيرون توتال وفري، ده هرمون الذكورة وبيتفرز من الخصيتين. هرمون البرولاكتين ده هرمون اللبن، بيتفرز من الغدة النخامية، بيساعد على نمو الأعضاء التناسلية وخاصة الثدي وإدرار اللبن في المرضعات. هرمون بقى ال AMH، ده بيتفرز من المبيض، وده تحليل جديد ودقيق علشان بيقيس كفاءة وخصوبة المبيض والتنبؤ بالدخول في سن اليأس، ومتابعة الاستجابة لحالات الحقن المجهري، والإضافة لتشخيص تكيسات وأورام المبيض. آخر هرمون معانا هو انهبين بي، ده بيقيس كفاءة وخصوبة المبيض قبل الحقن المجهري. يبقى احنا كده قلنا تقريبا كل الهرمونات الخاصة بالغدة النخامية. هرمونات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية أصلا موجودة فين؟ موجودة في الجزء الأمامي من الرقبة. في حالة إن الطبيب طلب تحاليل غدة درقية، لازم انت كأخصائي تحاليل أو كشخص هياخد العينة تسأل المريض إذا كان بياخد التروكسين أو النيوماركزول أو الأيودين أو مستأصل الغدة. طيب، ايه بقى هي اصلا هرمونات الغدة الدرقية؟ التوتال تي 3 والفري تي 3 والتوتال وفري تي 4 والتي اس اتش. هرمون الكالسيتونين بيشخص ورم الغدة الدرقية مع الثيروجلوبولين. ده كده بالنسبة لكل الهرمونات اللي تخص الغدة الدرقية. الغدة الغار درقية، من اسمها موجودة فين؟ موجودة خلف الغدة الدرقية. بتفرز هرمون البي تي اتش او الباراثيرويد هرمون. وظيفته بيأثر على تركيز الكالسيوم في الدم.
بالنسبة لباقي الهرمونات، هرمون النمو أو هرمون الجي اتش أو الجروث هرمون، ده نقصه بيؤدي للتقزم، وزيادته بتؤدي للعملاقة، وبيتأثر بالمجهود العضلي والتمرينات الرياضية والأعمال اللي هي بتتطلب يعني مجهود بدني شديد. الهرمون اللي بعد كده هو الهرمون المنظم لإدرار البول أو ال ADH أو الأنتي ديوريتك هرمون، ده بيتحكم في معدل إدرار الكلى للبول، وده بيتفرز من الفص الخلفي للغدة النخامية. هرمونات البنكرياس هرمونين، هرمون الجلوكاجون وهرمون الانسولين. الجلوكاجون ده بيزود السكر في الدم، والانسولين بيحرق السكر في الدم وبيتقاس صايم وفاطر ومنحنى. وبالمناسبة لو انت عايز تعرف معلومات عن تحليل مرضى السكر، كنا عملنا قبل كده فيديو خاص بتحليل مرضى السكر، هحطهولك في الديسكريبشن. بالنسبة بقى لهرمونات الغدة الكظرية، دي بتكون موجودة فوق الكلى، بتنقسم لحاجتين، هرمونات القشرة وهرمونات مركز الغدة. هرمونات القشرة أول حاجة الألدوستيرون. الألدوستيرون ده وظيفته ان هو بيتحكم في ضغط الدم. وتاني حاجة الكورتيزول، ده أعلى تركيز ليه بيكون في الصباح الباكر، وبيقل تدريجيا حتى منتصف الليل. هرمونات القشرة برضو بتفرز كمية ضئيلة من الهرمونات التناسلية أو السكس هرمون. فاكر هرمون ال ACTH اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، او هرمون ال ACTH ده بيحفز وينشط الغدة الكظرية، واعلى برضو تركيز ليه بيكون في الصباح، وبيقل حتى تدريجيا حتى منتصف الليل. بالنسبة بقى لهرمونات مركز الغدة الكظرية او المظلة، 4 هرمونات، الكاتيكولامين والنور ادرينالين والادرينالين والدوبامين. ده كده بالنسبة لهرمونات الغدة الكظرية، القشرة، الكورتكس والمظلة. اخر هرمون معانا هو البيتا اتش سي جي، ده بيتعمل لمعرفة ومتابعة الحمل. ولما البيشنت بتعمله لازم تسألها امتى اخر دورة، يعني تسألها عن تاريخ اخر دورة شهرية. وكمان بيتعمل كدلالة اورام في السيدات والرجال، في الرجال في حالة اورام الخصيتين. وبس كده، ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة، ووصلنا لفقرة القوت. والكود بتاع النهاردة بيقول: لا تتخلى عن أحلامك بحجة إنها تحتاج إلى وقت، فالوقت سيمر سواء أسعيت لها أم لم تسعى. ما تستناش الظروف المثالية عشان تبدأ، ما تستناش يوم السبت عشان يبقى بداية أسبوع جديد فتبدأ، ما تستناش الوقت المثالي، لأن الظروف المثالية والوقت المثالي عمره ما هيجي. انت عايز تعمل حاجة بس مكسل، اعملها، لأن الظروف المثالية مش هتيجي، والندم بعد كده هيبقى وحش جدا ان انت كان عندك وقت وما عملتش. لان انت بعد كده هتبقى منشغل اكتر بكتير. انت مفكر ان انت بعد كده هتبقى مثلا فاضي وجاهز انك تعمل الحاجة دي، لكن الحقيقة مش كده. انت بعد كده هتبقى منشغل اكتر، وكل ما الوقت هيعدي عليك هتبقى منشغل اكتر يعني. بس كده، ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة. اتمنى انه يكون فيديو مفيد، ويكون في لو شخص واحد بس استفاد. لو استفدت من الفيديو يعني ياريت تعمل شير للفيديو علشان يعني عدد اكبر يستفيد. بس كده، ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.